الكرام، هو القواعد العشر للتربية الإيجابية. وهذه القواعد كنت قد كتبتها خرجت في كتاب أو كتيب في سنة 2016، كان من إصدار مؤسسة الأمير. طلع هذا الكتيب يتكلم عن 10 قواعد في التربية، كل قاعدة يعني نشرحها ونضرب عليها بعض الأمثلة، وهي أساسيات وأبجديات إن صح التعبير التربية، ومفاهيم عامة في التربية. هذه القواعد لا شك هي مهمة جدا لكل من يسعى اليوم لتربية الجيل، لأننا وضعنا للأسف أمام التحدي الذي فرضه علينا الزمن والعصر والتضاربات والصراعات الموجودة في الدنيا. هذا التحدي وضعنا أمام نقطة، وهي من يربي بطريقة صحيحة اليوم هو الذي يملك العالم في الغد. من يربي بطريقة صحيحة اليوم هو اللي يحكم العالم غدوة. وهذه الحقيقة هذه يعني أثبتت صحتها في الواقع الذي نراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربية الجيل فملك العالم، ولا زال إلى الآن يملك قلوب الناس في العالم. أكبر أو أكثر اسم في الكرة الأرضية محمد عليه الصلاة والسلام، ولا زال أثره بارزا. تعرف في 24 ساعة بكل دقائقها لا يتوقف الأذان عن الكرة الأرضية ثانية واحدة. يتوقف هنا حسب ضوائر العرض وخطوط الطول، يتوقف هنا الأذان يقول لا إله إلا الله، غير يقول لا ينطلق من جهة أخرى الله أكبر الله أكبر. لا يتوقف 24 ساعة على 24 ساعة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تربيته لهذا الجيل، ترك رجالا فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، ذكر أحدهما قال حدثني أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. شوف هذه التربية الربانية، كل معالم التربية جاهزة. الأرض الخصبة وهي ماذا؟ الرجولة، نزلت في جذر شوف التعبير، في جذر قلوبهم، ماشي في قلوبهم، في أصل، في جوهر قلب شكون؟ قلب الرجال. هذه الأرض الخصبة الرجولة. والبذرة هي بذرة الأمانة، التي أمانة الدين التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه البذرة. طيب وش بقى؟ عندنا الأرض الخصبة الرجولة، وعندنا بذرة أمانة الدين بذرت. وش بقى نسقيوها. بماذا سقيت؟ ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السقيا، من السنة، وما أجملها من سقيا. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. اليوم احنا عندنا البذرة اللي هي الأمانة، ما زالت لم ترفع، أمانة الدين. والقرآن أمام أيدينا نقرأه ونسمعه، وهو نفس القرآن الذي قرأه جيل الصحابة لم يتغير. والسنة التي سمعها، الأحاديث اللي سمعها الصحابة هي نفسها. طيب وش عندنا مشكلة؟ الأرض لا بد من استصلاح الأرض. لأنه لما الإنسان كبشر راهو يصلي، والصلاة هي عبارة عن مدخلات. عندنا مصنع اللي هو الإنسان، عندنا الصلاة مدخلات، راهي مواد أولية تدخل: الصيام، القرآن، الصدقة، هذه كلها مدخلات. المفروض هذا المصنع هذا يخدم وش ينتج؟ أقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذه المخرجات، هذا المنتج. لكن لما تكون المدخلات فيها العصمة، فيها الوحي، فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تناقش المدخلات، المواد الخام راهي جارونتي 100%. لما يكون المنتج ماشي مليح، المشكل وين ما عندها؟ المصنع. الآلات تاع الإنسان هذه تحتاج صيانة، عندك شحال ما درت صيانة. لما تكون صلاته ما تكونش أخلاق،
لما يكون صيام وتعبد إلى الله عز وجل وقراءة قرآن وما كاش أخلاق، معناه هنا المصنع هذا يحتاج إلى صيانة. وكل أمر التربية اللي احنا نحكوه القواعد راهي تتكلم كيف أنت كمربي تصون هذا الجسد وكيف تصون ابنك أيضا، لأنه أمانة عندك. قرأنا الشيخ الآن آيات من سورة مريم، وقرأ واحد الآية القرآنية اللي تكلمت، أعطت إشارات تربوية قوية وتكلمت حتى على مراحل تربية اللي راح نتكلم عليهم في القواعد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ربي عز وجل كما تكلمنا على الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال، يأمر نبيه يحيى أن يأخذ الكتاب، لكن ماشي بأي طريقة. القرآن يؤخذ بالجد، القرآن يؤخذ بالعزيمة، يؤخذ بالهمة العالية، يؤخذ بالإرادة القوية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب باش يوصل الشاب يأخذ الكتاب بقوة وش لازم؟ قال وآتيناه الحكم صبيا، يعني بدأت تربيته من يوم ما كان صبي، بدأت الخدمة عليه وبدأ العمل وبدأ تحمل المسؤولية. لا يمكن اليوم تجيب لي طفل عام وعامين وثلاث سنين ما كاش تربية و4 سنين و5 سنين ما ربيناش، ومن بعد يوصل 15-16 سنة نقولوا الآن دوكا نبداو نربيه. حتى بعض علماء التربية سأل أحد أو رجلا سأل أحد العلماء في التربية، قال له وقتاش نبدأ نربي وليدي؟ قالوا عندك وليدك؟ قالوا نعم. قالوا زاد عنده شهر. قالوا لك متأخر بزاف. قالوا كيفاش عنده شهر؟ قالوا كروطار. قالوا تبدأ تربيه كي تجي تخير يماه قبل ما تتزوج، كي تنوي انت راح تجيب ذرية، أول حاجة تديرها قال شكون اللي حتربي لي ولادي؟ هذا أول حاجة، ثم تبدأ التربية في الاختيار، ثم بعد الاختيار تبدأ تتفق معها على المنهج التربوي وتبدأ تحكي وش تربيه، ماشي وش تحب تاكل وش ما تحبش تاكل. أهم شيء أنه الجيل هذا اللي حنخليه، هذه الأسرة اللي حتتبنى، هذه النفس المؤمنة اللي حنحطوها في الأرض، هل تحمل الدين أو يحملها الدين؟ هل تحمل الأمانة أم تحملها الأمانة؟ فقال تعالى وآتيناه الحكم صبيا. من اللي كان صغير كان يتربى على الحكم ويتربى على الأخلاق ويتربى، ثم بدأت مراحل التربية. قال وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، من 0 إلى 7 سنوات. هذا المرحلة مرحلة الحب والرحمة والحنان. في هذه المرحلة يا إخوان ماشي مرحلة التأديب، وإحنا كي نقولوا التأديب كمصطلح للأسف هذا المصطلح يستخدم في بيوتنا، هو مصطلح تأديب لكن يستخدم باستبدال همزته عينا، الهمزة نبدلها عين يولي التعذيب، ماشي التأديب، التعذيب. كاين كما تعرفوا ماشي غير في المدرسة حتى في البيوت، كاين أولاد الأب كي يزعف ولا الأستاذ ولا في ولا المربي يعيط للطفل يضربوا هكذا، وإلا الطفل شافوا ما وجعوش ماكش تبكي أروح دوكا هكذا، ومن بعد إلا ما وجعاتوش ومن بعد هكذا، ومن بعد يدير له ستيلو بين صباعتيه تعرفوهم عشناهم كامل، ومن بعد يقول لك أني نربي فيه. لا أنت تعذبه، يعني هذه طرق تستخدم في غوانتنامو بالك. وحنانا من لدنا مرحلة الأولى. وهذا أيضا ما يشهد له ما يروى عن علي رضي الله عنه الذي قال لاعبوا أولادكم 7 سنين الأولى. ويشهد له أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7. مفهوم المخالفة يا رسول الله قبل 7 خليه يلعب، لأنه كي يكون طفل يلعب ويتعلم مهارات والله ما يلقاهم لا في مدرسة ولا ثانوية ولا متوسطة ولا جامعة، أو يلعب برك مع أصحابه ويتعلم، أو يلعب مع أخوه عندهم بالون واحد، اليوم تضاربوا وغدوة تضاربوا وغير غدوة تضاربوا، ومن بعد داروا قانون قالوا شوف باش ما نضربوش تلعب بنتنا نستناك كي تكمل أعطيه لي نلعب أنا. هذه مهارة الحقوق والواجبات، ومهارة كي يبدأ حقك يحبس حقنا، هذه وقتاش وش من الجامعة تعلمها له، وش وقتاش يتعلمها كي يكون يلعب. مهارة الإصرار تتكسر له اللعبة ديالو يقعد مصر حتى يصلحها ويخدمها، منين يجيبها؟ كاين مهارات حياتية ما تقدرش تتعلمهم إلا من خلال اللعب.
وبالتالي اليوم احنا ما نفتقد إلى المعلومات موجودة، حتى وإن غابت عن ذهننا لمسة على جوجل يعطيك أي معلومة تحتاجها، لكننا نحتاج إلى مهارات حياتية. وش يدير هذاك الدكتور بشهادة الدكتوراه دياله لما مرته مرضت وجاع في الليل وما لقاش شكون يطيب له؟ واش تنفعوا الدكتوراه؟ والله غريبات جيعان. لكن اللي ما عندوش دكتوراه قال للمراه، قال لها ما تقدريش، قالت له راني مريضه ما نقدرش نطيب العشاء، حسن لك روحه قلا زوج بيضات ودار فريت وسلك روحه. كاين حوايج في الدنيا تحصل فيهم ما تنفعك حتى شهاده ولا معلومه، تنفعك مهاره من مهارات الحياه تعلمتها. احيانا يطيح صاحب الدكتوراه في مشكله صغيره برك مع اولاده ما يعرفش يعالجها، ويجي واحد ما عرفش يقرا لكن عنده مهارات حياتيه، يعرف يرزن الحاله. وشوفوا شيوخنا احنا بكري دخلوا جامعه ما دخلوش جامعه، تجيب انت مشكله بين زوج احياء، المشكله هذه فيها دماء وفيها ارواح والناس حابه تقتل بعضها، يجي هذاك الشيخ كلمه منه كلمه منه مثل شعبي منه مثل شعبي من، يخرجوا متصالحين ومتسامحين. هذا وين قرا؟ وش من الجامعه قرا؟ لكن تعلم من الدنيا، والدنيا مدرسه كبيره. يحكي وقالوا واحد العجوزه وليدها يخدم في الارصاد الجويه، يخدم في الميتيو، جا خارج الصباح قالت له دي بارابلي معك يا وليدي، قال لها يما ما كاش شتا هاد السمانه كاع ما كاش شتا. قالت له دي بارابلي اليوم كاين شتا العشيه طيح شتا، قال لها يما انا ماشي بولونجي انا نخدم في الارصاد الجويه، قال لها هاد السمانه كاع ما كاش شتا. العشيه تغيمت بسرعه، جا الريح الشتا جاي يسيل، قالها قولي لي يا يما كيفاش عرفتي باليوم بلي كاين شتا؟ قالت له انا الصباح كي نط شفت الكلب حاشاكم يتمرغ في التراب، قلت العشيه طيح شتا. قال لها سما قرايتي كاع راحت في تمريغه كلب. قال لها واش قريت كاع انا؟ طيب، وحنانا من لدنا انتهت مرحله الحب والرحمه ومهارات الحياه واللعب. جات 14 سنه وزكاه، مرحله التزكيه والتربيه والتاديب. طيب إذا كملنا هذه المراحل باحترامها ومشينا فيها، بدينا المسؤولية هو صغير، تعاملنا في 7 سنوات الأولى بحب وبرحمة وبعطاء كبير، وعطينا له فرصة يلعب ويتعلم مهارات الحياة، ثم بدأت 7 سنين بدينا نعلموه الصلاة، بدينا نعلموه حب الله، حب القرآن، حب الصالحين، بدينا نربيه على الأخلاق إلى 14 سنة. الآن تجي مرحلة واحدة أخرى. الآن النتيجة والثمرة اللي درتها راح تجنيها في ذاك الوقت. وش هي الثمرة إذا ربيت بهذه الطريقة؟ وكان تقيا. هذه النتيجة. شوف الآية أعطت لك السبب والنتيجة اللي توصلها، وكان تقيا. طيب إذا كان تقي هذا على المستوى الشخصي أو نفع نفسه، بصح المجتمع وش دار به؟ قال لك وكان تقيا وبرا بوالديه. شوف النفع المتعدي، إذا ربيت بطريقة صحيحة ما حش يفيد نفسه برك، هذا ما حش يكون إنسان صالح، راح يكون صالح ومصلح. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. حتى التعامل مع الناس من غير والديه لم يكن لا جبار ولا عصي، لا فظاظة ولا غلظة. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.